اوعى تفتكر ان الظلم والأذية والخذلان اللي مريت بيه وكسرة القلب اللي حسيت بيها هتعدي عادي كده. ربنا ما بينساش عبد من عباده اتظلم واتأذى واتكسر بخاطره. ممكن يجي عليك وقت وتنسى، وممكن كمان تسامح وتعدي، لكن ربنا مش هيسيب حقك. ربنا فاكر وعارف انت اتظلمت واتأذيت قد ايه. اطمن، حقك هيرجع حتى ولو بعد حين، وهتحس بالعوض، لأن ربنا أحن من إنه يشوفك حزين وما يجبرش بخاطرك، أحن من إنه يشوفك مكسور وما يجيبلكش حقك من اللي ظلمك وأذاك. ربنا لما هيجي يحاسب الظالم مش هيحاسبه لوحده، هيحاسب اللي سنده وقواه، هيحاسب اللي دبر وخطط وقال له برافو ادي أكتر كمان، هيحاسب اللي عرف إنه ظالم وحاول يقنع المظلوم إنه غلطان، وعيشه فاقد الثقة في نفسه وفاكر إنه ما عندوش حق وهو صاحب حق تالت ومتلت. هيحاسب اللي صدق من غير ما يتأكد وبنى صورة أبعد ما تكون عن الحقيقة. هيحاسب اللي سكت وخاف وتهرب وما نصرش المظلوم. هيحاسب اللي رمى الفكرة في ملعب الظالم وقال له العب. هيحاسب اللي ضحك ضحكة صفرة في وش المظلوم أو قال له كلمة تضايقه وتجرحه. مفيش حاجة هتعدي بالسهل، ربنا لا بيغفل ولا بينام. يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دمتم في أمان الله.